واش تخيلتوا نهار توصل فيه العلاقات بين الجزائر ومصر لهذا المستوى من التوتر، لدرجة أن إعلام قريب من النظام الجزائري يخرج بهجوم ناري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غير بسبب زيارة للإمارات العربية المتحدة؟ هاد الشيء كامل خلى بزاف ديال المتابعين يتساءلوا شنو واقع بالضبط في المنطقة؟ واش غير خلاف سياسي عادي ولا احنا داخلين لمرحلة جديدة فيها صراع كبير على النفوذ والتحالفات في العالم العربي؟ وكما كتشوفوا الصورة المصغرة المرفقة راها كتعبر على خطوة مهمة في العالم، حيث المنطقة كاملة داخلة على تغييرات خطيرة بزاف، وكل دولة ولات كتقلب على كيفاش تفرض راسها كلاعب أساسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اللي وقع في الأيام الأخيرة ماشي مجرد مقال صحفي عادي، هادشي كان رسالة سياسية واضحة، حيث صحيفة الشروق الجزائرية المعروفة بقربها من دوائر القرار في الجزائر خرجت بهجوم قوي بزاف على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباشرة بعد الزيارة ديالو للإمارات ولقائه بالشيخ محمد بن زايد. المقال استعمل كلمات ثقيلة بحال اللعب بالنار والتقرب من دولة منبوذة، وهنا بدا الجدل الكبير، حيث بزاف ديال الناس تساءلوا علاش الجزائر متوترة بهذا الشكل، وعلاش زيارة دبلوماسية عادية خلت الإعلام الجزائري ينفجر بهذه الطريقة. باش نفهموا الصورة كاملة خاصنا نرجعوا شوية للوراء. في السنوات الأخيرة الإمارات ولات قوة اقتصادية وسياسية ضخمة في المنطقة. الإمارات ما بقاتش غير دولة خليجية غنية بالنفط، اليوم عندها استثمارات كبيرة في إفريقيا، حضور سياسي قوي، تحالفات اقتصادية وتدخلات دبلوماسية في بزاف ديال الملفات الحساسة، من ليبيا للسودان حتى للساحل الإفريقي. الإمارات ولات عندها كلمة مسموعة. وفي المقابل الجزائر كانت ديما كتشوف راسها القوة الإقليمية الأولى في شمال إفريقيا. ولكن العالم تبدل، اليوم النفوذ ما بقاش بالسلاح والخطابات فقط، النفوذ ولا بالاقتصاد، المشاريع، الاستثمارات والشراكات الدولية. وهنا بدات الجزائر تحس بالضغط، خصوصا مع التقارب الكبير اللي كيجمع الإمارات بالمغرب وزيد عليهم مصر والسعودية. هاد التحالفات الجديدة خلت الجزائر تحس بأن كاين محور عربي جديد كيتشكل بعيد عليها، وهذا الشيء بالضبط هو اللي زاد التوتر، حيث الجزائر كانت دائما كتعتمد على مصر في التوازنات العربية، لكن دابا القاهرة ولات قريبة بزاف من أبو ظبي. والصور اللي خرجت من زيارة السيسي للإمارات زادت إشعال الوضع أكثر، لقاءات رسمية، تنسيق اقتصادي، مشاريع مشتركة وكلام على التعاون الإقليمي. كل هذه المؤشرات خلت الإعلام الجزائري يدخل في مرحلة الهجوم المباشر. الأخطر من هذا الشيء هو أن الخطاب تبدل بزاف. في السابق العلاقات الجزائرية المصرية كانت كتبان قدام الإعلام على أنها علاقات أخوية، وكان دائما كيهضروا على الوحدة العربية والتنسيق المشترك. لكن دابا الصورة تبدلات، الإعلام الجزائري بدا كيهضر على العزلة وعلى المخاطر وحتى على التورط في ملفات حساسة، وهذه اللغة ما جاتش من فراغ. كاين محللين كيقولوا بأن الجزائر ولات خايفة من فقدان النفوذ ديالها في المنطقة، خصوصا أن المغرب في هذه السنوات الأخيرة دار قفزة قوية بزاف دبلوماسيا واقتصاديا. المغرب اليوم عنده علاقات قوية مع الخليج، مشاريع ضخمة في إفريقيا، دعم دولي متزايد واستثمارات كبيرة في الصحراء المغربية، وزيد عليها الحضور القوي في القارة الإفريقية. هذا الشيء خلى بزاف ديال الدول الإفريقية تبدل نظرتها. وفي المقابل الجزائر بقت داخله في صراعات سياسية مع بزاف ديال الدول، مرة مع المغرب، مرة مع فرنسا، مرة مع الإمارات، ودابا حتى مصر دخلت في التوتر. وهذا الشيء علاش بزاف ديال الجزائريين حتى هما بداو يطرحوا الأسئلة، واش فعلا السياسة الحالية نافعة ولا غير كتدخل البلاد في توتر دائم؟ حيث المواطن الجزائري اليوم كيشوف العالم كامل كيهضر على الاقتصاد والاستثمار، بينما الإعلام الجزائري باقي غارق في الصراعات السياسية. حتى في السوشيال ميديا بزاف ديال الناس بداو ينتقدوا هذا التصعيد الإعلامي. كاين اللي قال علاش الجزائر داخلة في مشاكل مع الجميع، وكاين اللي شاف بأن الهجوم على مصر خطأ كبير، حيث مصر ماشي دولة صغيرة ومكانتها كبيرة في العالم العربي. وفي المقابل كاين اللي دافع على الموقف الجزائري واعتبر بأن الجزائر غير كتدافع على مصالحها في المنطقة. لكن السؤال الحقيقي هو واش العالم اليوم باقي كيعترف بهذا النوع ديال الصراعات؟ حيث الدول الكبرى دابا كتشوف الأمور بطريقة مختلفة، الكل كيقلب على الاستقرار، الاستثمار، الشراكات الاقتصادية والمشاريع الكبرى.
وهذا الشيء علاش الإمارات قدرت تبني نفوذ قوي بزاف. الإمارات استثمرت في الموانئ، في الطاقة، في البنية التحتية وفي العلاقات الدولية، ودابا ولات عندها حضور قوي حتى في أفريقيا. وهنا كيبان السبب الحقيقي للتوتر، حيث الجزائر كتشوف بأن النفوذ الإماراتي كيكبر بسرعة، خصوصاً مع الدعم الخليجي للمغرب والعلاقات القوية مع مصر. وهذه التحالفات الجديدة تقدر تبدل موازين القوة كاملة في المنطقة. وتخيل معايا السيناريو الجاي، إلا استمر هذا التوتر الإعلامي والسياسي بين الجزائر ومصر، شنو ممكن يوقع؟ واش العلاقات بيناتهم غادي تدخل في أزمة حقيقية، ولا كاين وساطات عربية غادي تهدي الوضع؟ وحتى الإمارات واش غادي ترد بشكل مباشر على هذا الهجوم، ولا غادي تكتفي بالصمت وتخلي المشاريع والتحالفات هي اللي تجاوب؟ هاد الأسئلة كلها مطروحة بقوة دابا، خصوصاً أن المنطقة داخلة على مرحلة جديدة بزاف، مرحلة فيها صراع على النفوذ، الاقتصاد، التحالفات والتأثير السياسي. كل دولة باغت تثبت راسها. الجزائر باغت تبقى قوة إقليمية، الإمارات كتوسع نفوذها، مصر كتقلب على تحالفات مستقرة، والمغرب كيزيد يقوي حضوره إفريقياً ودولياً. يعني باختصار احنا قدام لعبة سياسية كبيرة بزاف، والسنوات الجاية ممكن تبدل بزاف ديال الموازين في المنطقة العربية كاملة. لكن السؤال الكبير اللي بقى مطروح، واش الجزائر فعلا قادرة تواجه هاد التحالفات الجديدة، ولا المرحلة الجاية غادي تفرض عليها تبدل سياستها الإقليمية؟ واش العلاقات الجزائرية المصرية غادي ترجع طبيعية، ولا احنا قدام بداية أزمة عربية جديدة؟ كتبوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. واش كتشوفوا أن الجزائر عندها الحق في هذه المواقف، ولا الإعلام الجزائري باغغ بزاف في الهجوم على مصر والإمارات؟ وما تنساش دير لايك وتشترك في القناة، حيث القادم أخطر بزاف.